السلام عليكم. ليلة من ليالي الكلاسيكو التي لا تنسى. ريال مدريد وبرشلونة قدم لنا معركة كروية من الطراز الرفيع في النهائي المنتظر. لحظات مجنونة عرفتها مباراة الأمس. الكبار يظهرون في المواعيد الكبرى، والكلاسيكو يبقى دائما مسرح الأبطال. شوط المباراة الأول عرف سيطرة للبارسا على مجريات اللقاء، سيطرة منحت تقدما لبرشلونة عن طريق بيدري. الشوط الثاني شهد استفاقة الريال مع دخول مبابي، حيث سجل كيليان هدف التعادل من ركلة حرة أشعل فيها النهائي. ضغط الريال استمر، حيث استطاعوا تسجيل هدف التقدم. البارسا كادوا أن يضيعوا اللقب، إلا أن فيران توريس كان له رأي آخر، فعاد البارسا إلى الواجهة بتعديل النتيجة في وقت قاتل من المباراة لتذهب المواجهة إلى الأشواط الإضافية. هدف اللقاء جاء من تمريرة خاطئة لمودريتش. كوندي استغلها بشكل جيد ليمنح برشلونة اللقب. المباراة كانت كذلك سيئة تحكيميا، كما بدا الحكم أن حكم المباراة غير قادر على مسيرة اللقاء، ارتكاب الأخطاء وكثرة الاحتجاجات. في النهاية توج برشلونة بأحد الألقاب الثلاثة، تتويجا يمنح دفعة معنوية كبيرة لحصد المزيد من الألقاب. في رأيك، هل برشلونة قادر على تحقيق الثلاثية أم للكرة رأي آخر؟ لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.